قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي وحشتوني، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. معكم مستر مصطفى الأحمدي، درس الثالث منهج معانا مصر في عصر الفاطميين. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ الدرس حابب ان انا اشرح لكم كام حاجة كده عن الدول المستقلة عشان اللخبطة اللي بتحصل معاكم. هنبسط الدنيا مع بعض وان شاء الله خير. بصوا يا شباب، اول حاجة عايزين نقسم الدول المستقلة. الدول المستقلة نوعين: الدول المستقلة نوعين. أول حاجة نوع تابع للخلافة العباسية، زي الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية اللي خدناهم الدرس اللي فات. الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية دول احنا قلنا ان هم كانوا مستقلين في الحكم والإدارة مع التبعية للخلافة العباسية. ازاي مع التبعية للخلافة العباسية؟ احنا قلنا ان هم كانوا بيدفعوا كل سنة جزية للخليفة العباسي مع الدعاء له في المنابر، تمام؟ ولكن هم كانوا مستقلين في الحكم والإدارة داخليا. طيب، مركز النشأ، هم الدولة الطولونية والإخشيدية نشأوا فين؟ في مصر، كونوا دولتهم في مصر وتوسعوا لحدود الشام ولحدود الحجاز. طيب، الدولة الطولونية والإخشيدية دول بيتبعوا الخلافة العباسية زي ما قلنا بسبب مكانته الدينية، يعني معنى كده المذهب بتاعهم مذهب سني، المذهب السني. يبقى الدولة الطولونية والإخشيدية تابعين للخلافة العباسية وهم بيتبعوا المذهب السني. طيب تمام، حد كده احنا تمام. الدول المستقلة اللي احنا خدناهم الدرس اللي فات. طيب، في نوع تاني عندنا في المنهج. النوع ده منافس للخلافة العباسية وليس تابع ليه، منافس لدرجة ان هم عملوا خلافة خاصة بهم، يعني منافس للخلافة العباسية. طيب زي مين يا مستر؟ زي الدولة الفاطمية. حلو تنويع الألوان ده. زي مين يا شباب؟ الدولة الفاطمية. طيب الدولة الفاطمية ديت نشأتها كانت فين؟ قال لك اتنشأت فين؟ في المغرب، في بلاد المغرب، يعني جاية كده من غرب أو شمال غرب أفريقيا. تمام يا شباب؟ طيب الناس دي بيتبعوا المذهب الإيه؟ الناس دي قال لك دول كانوا بيتبعوا المذهب الشيعي، يعني تبع الشيعة دون دخول في تفاصيل كتير. مذهب الشيعي ده هم كانوا مقتنعين ان الخلافة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض كانت تروح للإمام علي ومن بعده من أبنائه، بس هم مش مقتنعين غير بكده. حتى حرفوا شوية في حاجات كتير قوي في الدين، بس دون الدخول في تفاصيل. حتى في الأذان احنا بنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هم بيقولوا وأشهد أن علي، دون بقى ذكر ايه؟ المذاهب الشيعية او الدخول في تفاصيلها. اللي انا عايزكم بس تعرفوه ان الدولة الطولونية والاخشيدية دول قاموا في مصر وعلى المذهب السني مع التبعية للخلافة العباسية، ولكن الدولة الفاطمية قامت في المغرب ومذهبها مذهب شيعي. طيب مين اصلا مؤسس الدولة الفاطمية؟ نقول كم معلومة كده سريعة عشان تبقى فاهم الدنيا. طيب مؤسس الدولة الفاطمية واحد اسمه كانت بتسمى الأول الدولة العبيدية نسبة لاسمه اللي هو إيه؟ العبيد ابن المهدي. طيب
اتسمت فاطمية من أجل إيه؟ أو نسبة لإيه؟ نسبة للسيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وزوجة الإمام علي بن أبي طالب. تمام؟ تمام. يبقى إحنا كده عندنا نوع الدولة الطولونية والإخشيدية، دول تابعين للخلافة العباسية، مذهبهم مذهب سني، النشأة كانت في مصر. طيب النوع الثاني ده نوع منافس للخلافة العباسية اللي هي اسمها الدولة الفاطمية، بس هم كانوا مقتنعين إن هي خلافة. يبقى خلافة بتنافس خلافة تانية. تمام يا شباب؟ تمام. طيب قامت فين؟ في المغرب. المغرب ديت اللي هي شمال غرب أفريقيا. طيب مذهبهم إيه؟ المذهب الشيعي. تمام يا شباب؟ اتسمت فاطمية ليه؟ نسبة للسيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ تمام. حبيت بس أقول لكم إيه؟ كام معلومة كده في الأول عشان تبقى فاهم الدنيا. إحنا آخر حاجة خدناها مصر في عصر الطولونيين والإخشيديين، وعرفنا ان في نهاية عصر الإخشيد كان في ضعف حكام بعد وفاة كافور الإخشيدي، لغاية ما سيطرت الدولة الفاطمية بقيادة واحد اسمه جوهر الصقلي. هنعرف التفاصيل دي كلها مع بعض. احنا لسه كنت قايل ان في دول مستقلة تابعة للخلافة العباسية، ودول تانية كونت خلافة مع نفسها زي الدولة الفاطمية وبتنافس الخلافة العباسية. طيب يعني كده هيبقى في صراع ما بين خلافتين او صراع ما بين دولتين، دولة بتتبع المذهب السني ودولة بتتبع المذهب الشيعي اللي هي دولة الفاطمية. طيب يبقى شكل الصراع بين الدولة العباسية والدولة الفاطمية مرحلة مهمة في التاريخ الإسلامي كله أو في تاريخ المسلمين. فكانت مصر حلم للفاطميين منذ اللحظة الأولى. ليه حلم؟ احنا خدنا فكرة كده صغيرة أو جزء صغير في الدرس اللي فات بيقول إن محمد بن طغج الإخشيدي تصدى للفاطميين أو تصدى لهجمات الفاطميين. يعني معنى كده إن الفاطميين بيبعتوا هجمات على مصر من سنين كتيرة قوي، وليس من وقت قيام جوهر الصقلي بالدخول إلى مصر. طيب ليه الأسباب؟ أقول لك. أول حاجة عندنا، نجيب البورد بس كده. أول حاجة أراد الفاطميين الدخول في مصر أو الدخول إلى مصر والسيطرة عليها. ليه؟ أول حاجة عندنا، أول سبب، وهو إن مصر مركز ثقل استراتيجي. مركز ثقل استراتيجي. يعني ايه مركز ثقل استراتيجي يا مستر؟ احكي لك الحكايه. احنا كنا عارفين ان مصر من ايام الخلفاء الراشدين احنا عايزين نفتحها عشان نأمن الحدود بتاعتنا بتاعت الشام ونأمن حدود المدينه النبويه. تمام. يبقى لازم نسيطر على على مصر، وفعلا قام سيدنا عمرو بن العاص بفتح مصر. طيب نيجي الناحيه الثانيه. مصر بالنسبة لنا ديت مفتاح القارة الأفريقية، عرفنا ننشر فيها الإسلام، عرفنا بعد كده هننشر الإسلام في كل دول شمال أفريقيا، ووصلنا لغاية الأندلس. نفس الكلام، الناس اللي جايين من ناحية الغرب ده أو شمال غرب أفريقيا اللي هي المغرب أو الناس الفاطميين عايزين يجوا يسيطروا على مصر. ليه؟ ده صراع سياسي ما بينهم وما بين الخلافة العباسية. أنا لو سيطرت على مصر هيبقى ليا الافضليه في السياسه، او ان انا حاطط مثلا سياستي او ديني اللي هو المذهب الشيعي هعرف انشره بكل سهوله. بمعنى ان مصر زي ما احنا عارفين مفتاح القاره الافريقيه، وعلى الحدود مع الشام، وعلى الحدود عن طريق البحر الاحمر مع المدينه المنوره. يعني انا كده ممكن اسيطر على الشام وعلى المدينه المنوره بكل سهوله. وده هينقلنا للسبب الثاني، وهو سبب ديني، وهو السيطرة على الأماكن المقدسة. الأماكن المقدسة زي إيه وإيه؟ 1. بيت المقدس والحرمين الشريفين.
الحرمين الشريفين اللي موجودين طبعا في المدينة المنورة ومكة. تمام يا شباب؟ تمام. ثالث سبب عندنا هو سبب اقتصادي. سبب اقتصاد. الفاطميين طمعانين في الفلوس اللي بتطلع من مصر كل سنة بتروح للخلافة العباسية. احنا لسه كنا قايلين في الدروس اللي فاتت ان مصر كانت مهمة جدا اقتصاديا للدولة الإسلامية على مر العصور، من أول الخلفاء الراشدين لغاية الدولة العباسية. حتى مصر لحقت الخلفاء الراشدين في عام الرمادة، عام القحط. تاني حاجة ان الناس الدولة الطولونية والإخشيدية دول لما كانوا مستقلين خالص بس كانوا بيدفعوا جزية سنوية للخليفة العباسي. فالفاطميين دول طمعانين في الاقتصاد بتاع مصر، وعارفين ان اقتصاد مصر ده حاجة مهمة جدا في قيام دولتهم وتوسعها. يبقى ثالث سبب عندنا سبب اقتصادي. تمام يا شباب؟ تمام. قلنا بس ايه، نفهمكم كذا حاجة كده في الأول عشان الدنيا تبقى سهلة معاكم. طيب، الفاطميين بعتوا 3 حملات على مصر، 3 حملات عشان يهاجموا مصر ويفتحوها. طيب الحملات ديت نجحت ولا لا؟ لا، الحملات ديت فشلت. طيب فشلت ليه يا مستر؟ فشلت ليه؟ قالك بسبب تصدي القادة العباسيين لهم. زي مين؟ زي محمد ابن طغج الإخشيدي. محمد ابن طغج الإخشيدي. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى الفاطميين بعتوا 3 حملات مهمة تولى قيادتها خير قادة الجيوش الفاطمية لضرب ايه؟ الخلافة العباسية فين؟ في أغلى ممتلكاتها. أغلى ممتلكاتها ديت يعني عايدة على الاقتصاد، بالاستيلاء على مصر بكل خيراتها. أنا لما هضرب الدولة العباسية في دولة مصر أو الولاية بتاعتها اللي هي مصر، هعرف أسيطر على الاقتصاد في المنطقة ديت، وهعرف يبقى ليا الثقة الاستراتيجي وثقة السياسي أكتر من الدولة العباسية. فأنا بعت 3 حملات تولى قيادتها أحسن الجنود عندي أو أحسن القادة عندي، ولكن فشلوا. طب فشلوا بسبب إيه؟ بسبب تصدي القادة العباسيين مثل محمد ابن طغج الإخشيدي. طيب تمام. فعانت مصر من الضعف والتدهور في نهاية العصر الإخشيدي بعد وفاة كافور الإخشيدي. فاستغل الفاطميين بقيادة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وأرسل قائده أو أرسل القائد العظيم جوهر الصقلي. الراجل ده كان قائد عسكري كبير قوي ومهم جدا. فخرج بجيشه من مدينة اسمها القيروان. القيروان ديت في تونس. القيروان ديت فين يا شباب؟ في تونس. ووصل إلى الإسكندرية ودخلها سلما. دخلها سلما؟ ازاي دخلها سلما؟ طب ده يدل على ايه؟ احنا اتعودنا مع بعض ان احنا كل كلمة بنحللها ونطلع دلالة عليها عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي، عشان نعرف نشوف الأسئلة ونعرف نحل. ده غير الزتونة اللي انا هديها لك كمان شوية هتلخص معاك كل الدنيا ديت. ما تقلقش انا معاك. المهم، طلع من مدينة القيروان اللي هي في تونس، وصل إلى الإسكندرية ودخلها سلما. أحكي لك الحكاية كده ببساطة. جوهر الصقلي ده رجل ذكي. عمل إيه؟ حفر آبار كتير من القيروان لغاية فين؟ لغاية مصر الإسكندرية. حفر آبار وحفر أنفاق عشان يعرف يوصل بكل سهولة فين؟ الإسكندرية. دخل جيشه أكتر من 100,000 جندي. المصريين أول ما شافوه، إحنا لسه قايلين إن شعب مصر ده مسالم، مش عايز من نهاية ولا حروب ولا أي حاجة. لا، هو عايز اللي يجي يحكمه ويكون عادل وخلاص، أهم حاجة ما يظلمهوش. تمام. طب المصريين أول ما شافوا الجيش بتاعه 100,000، لا احنا هنحارب 100,000 يا عم، لا مش تابع الحكاية ديت، مش هخش الخناقة ديت، خلاص انتوا عايزين ايه؟ احنا بنطلب الصلح منكم. المصريين تخيلوا هم اللي طلبوا الصلح من جوهر الصقلي. وجوهر الصقلي ده عمل مفاوضات مع المصريين وقبل الصلح ده. طيب دارت المفاوضات الصلح بين جوهر الصقلي والمصريين بعد طلبهم الأمان، فأجابهم لمطلبهم، وهكذا زال سلطان الإخشيديين. بالراحة، بمعنى أصح، المصريين دول قلت لكم الدرس فات شعب مسالم،
شعب مسالم، يعني دخل في الإسلام، اقتنع بالإسلام، بعد كده دخل في المذهب السني ده تمام خلاص احنا هنمشي معاكم. جم الشيعة دخلوا فضلوا يلعبوا في دماغهم لغاية ما اقتنعوا بكلامهم وإيه وبقوا شايفين خلاص احنا زيكم. فشعب مسالم، فاحنا مش دايما لازم نرمي دماغنا مع أي حد إيه يتكلم وخلاص. المهم خلينا في إيه في الدرس بتاعنا. طيب فقام أو بقت ولاية مصر أصبحت ولاية تابعة للدولة الفاطمية وليست دولة تابعة للخلافة العباسية، ويبقى كده ده اسمه عندنا تغيير سياسي. تغيير ايه يا شباب؟ تغيير سياسي. مصر أصبحت ولاية فاطمية وخلاص ما بقيناش تبع الخلافة العباسية، احنا بقينا جزء من الخلافة الفاطمية. ده بعد ايه؟ بعد الصلح الصلح اللي كان بين جوهر الصقلي والمصريين. تمام يا شباب؟ تمام. طب ده يدل على ايه؟ جوهر الصقلي دخل مصر بكل سهولة كده ليه؟ احنا لسه قايلين ان هو كان ذكي جدا عسكريا. طب هل بسبب مهارته وذكائه؟ لا، ده بسبب او دخول جوهر الصقلي بكل سهولة كده بسبب ضعف المصريين في ذلك التوقيت. ضعف المصريين في ذلك التوقيت، عشان كده دخلها بكل سهولة. تمام يا شباب؟ تمام. طيب احنا لسه قايلين بهذا أصبحت الخلافة الفاطمية في مصر منافسا قويا للخلافة العباسية بسبب طبعا ان مصر زي ما قلنا مركز ثقل استراتيجي. عشان كده زي ما قلت لكم من الاسباب ان الفاطميين ارادوا الدخول مصر باي شكل. طيب الفاطميين اول ما دخلوا مصر هتمر مصر بثلاث مراحل. اول مرحلة عايزين يخشوا يعملوا تأسيس واستقرار. اول ما نخش طبعا هنأسس مصر هنأسس او ولاية مصر خلاص اللي بقت جزء من الدولة بتاعتنا هنأسسها على مزاجنا احنا مذهب شيعي، لازم ننشر الدين بتاعنا بيقول ايه اللي هو الاسلام، بس على المذهب بتاعهم اللي هو الايه الشيعي. طيب اول حاجة مرحلة التأسيس والاستقرار، تاني مرحلة القوة، تالت مرحلة ضعف وسقوط الدولة. هناخد مرحلة بكل سهولة نفهمهم واحدة واحدة. طيب اول حاجة مرحلة التأسيس والاستقرار، كان اول والي على مصر هو جوهر الصقلي اللي هو دخل مصر وهو اللي فتح مصر. طيب كان والي نائبا عن مين؟ نائبا عن المعز بن دين الله الفاطمي. معز قال له ايه؟ احكم مصر انت 3 سنين دول نائب عني. طيب حكم مصر نحو 3 سنوات كإحدى الولايات الفاطمية نائبا عن الخليفة المعز بن دين الله الفاطمي. طيب ده ما يفكركمش بحاجة؟ لا طبعا يفكرنا. طب يفكرنا بايه يا مستر؟ قال لك يتشابه جوهر الصقلي مع مين؟ مع احمد ابن طولون. يتشابه معاه في ايه يا مستر؟ انت قلت لي يا ابني، انا مش قلت لك الدرس اللي فات ان احمد ابن طولون جه مصر كان نائب عن زوج امه اللي هو كان اسمه بيكبك. طيب بعد ما بيكبك مات كان نائب لصهره اللي هو كان اسمه يرجوخ، ثم تولى مصر بعد ذلك. فجوهر الصقلي يتشابه مع احمد بن طولون في ايه؟ في الانابه، ان هو تولى مصر بالانابه. تمام يا شباب؟ تمام. اول ما دخل مصر اللي هي عاصمتها كانت الفسطاط في الوقت ده، نزل في الوضع الذي بنى فيه مدينه القاهره. سوري يا شباب سوري، هو كانت العاصمه في الوقت ده اواخر عصر الاخشيدين طبعا كانت العسكر، سوري، بس هو نزل ناحيه الفسطاط، نزل في الوضع الذي بنى فيه ايه؟ مدينه القاهره. احنا هنبني مدينه القاهره في المكان ده، وفعلا بنى مدينه القاهره. جوهر الصقلي يعني برضه عشان تبقوا فاهمين هو اللي بدأ في بناء الازهر الشريف. طيب المهم بنى مدينه القاهره وسماها كده. طيب نسبه لايه؟ هو كان بالنسبه له القاهره جايه من كلمه قاهر. قاهر ايه؟ قاهر اعداء الدوله الفاطميه. طب هو قصده
بمين؟ اعداء الدوله الفاطميه، طبعا الخلافه العباسيه. أنا لسه قايل لكم ده منافس قوي للخلافه العباسيه. طيب عمل مدينه القاهره ليه؟ قال لك لتكون مقر الحكم للفاطميين وعاصمه للدوله الجديده، الدوله الجديده اللي هي كانت مصر والخلافه الفاطميه كلها. عشان هنعرف بعد كده ان الخليفه المعز من دين الله هيحول مركز الخلافه بتاعه من المغرب هناك الى فين؟ الى مصر. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى ده اول واحد، جوهر الصقل. تاني حاجه عندنا الخليفه المعز من دين الله. بعد ال3 سنين هو تأكد المعز بن دين الله باستقرار الحكم، استقرار دعائم الحكم. خلاص أنا استقريت ومفيش أي عواقب أو مفيش أي حاجة هتعطني إن أنا أجي مصر. خلاص المذهب بتاعي استقر والجنود بتاعتي استقرت والجيش بتاعي استقر، فخلاص أنا بالنسبة لي الدنيا بقت سهلة إن أنا أجي عادي جدا. خلاص أنا بقيت مطمن، أنا مش هلاقي أي معوقات إن هي تقف قدامي في مصر. لا خلاص، فانا اجي وانقل مركز الخلافه بتاعي. عندما تاكد المعز لدين الله من توطيد دعائم ملكه في مصر واستقرار الخلافه الفاطميه وانقطاع تبعيتها تماما عن مين؟ عن الخلافه العباسيه. خلاص مصر بقت تابعه كليا للخلافه الفاطميه وليست الخلافه العباسيه، فانتقل اليها وقام بعده اشياء. اول حاجه قبل ما نعرف كون ايه، عايزكم تيجوا معايا ثانية كده في الخريطة. بصوا يا شباب، خريطة بس عشان تبقى فاهم. مركز الخلافة العباسية كانت فين؟ بغداد. تمام يا شباب؟ وديت مصر القاهرة. طيب الدولة الفاطمية كانت جاية منين؟ واحنا قلنا ان جوهر الصقل كان طالع من القيروان اللي هي في تونس. الدولة الفاطمية كانت في الجزء ده كله بتاع المغرب. تمام يا شباب؟ طيب انا كدولة فاطمية زي ما قلت لكم أرادت بكل الطرق السيطرة على مصر. لما هسيطر على مصر هنا هبقى بالنسبة لي سهل جدا إن أنا أخش المنطقة ديت اللي هي منطقة الشام، وهيبقى سهل بالنسبة لي إن أنا أسيطر على منطقة الحرمين الشريفين اللي هي منطقة الحجاز. بالنسبة لي هاجي من هنا هسيطر على مصر، فخلاص أنا كده بالنسبة لي الدنيا سهلة إن أنا أخش الشام وإن أنا أخش مدينة الحجاز أو منطقة الحرمين الشريفين أو الأماكن المقدسة. وأنا طالما سيطرت على المناطق ديت هيصبح ليا مكانة دينية وثقل سياسي واستراتيجي وأمني. تمام يا شباب؟ تمام. طيب نرجع تاني بقى. الخليفة المعز الدين الله أول ما دخل مصر عمل أول حاجة تكوين حكومة قوية. طب انا هعمل الحكومه القويه ديت ليه؟ حكومه قويه يعني سياسه. طيب الحكومه القويه ديت عملت احدثت تغييرا ملموسا في المظاهر الدينيه والعلميه والاجتماعيه. معلش يعني احنا كده في ايام مفترجه وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. الفوانيس والحاجات والزينه والكلام ده كله اللي ابتدعها اصلا واللي دخلها مصر الفاطميين، فديت قاموا باعمال كتير قوي. لسه قايل لكم عملوا الازهر الشريف، عملوا حاجات علميه كتيره قوي وعملوا حاجات اجتماعيه كتيره قوي. فظهر ذلك في المظاهر الدينيه والعلميه والاجتماعيه في مصر بسبب الحكومه القويه اللي عملها مين؟ المعز من دين الله الفاطمي. طيب تاني حاجه جعل مصر قلبا للعالم الاسلامي. احنا مش لسه قايلين ان مركز الخلافه ده هو قلب الدوله؟ طب ما هو نقل مركز او عاصمه الخلافه من المغرب هناك الى فين؟ الى مصر. فمصر أصبحت قلبا للعالم الإسلامي ومركز للدعوة الفاطمية. عايزين نسيطر على مصر عشان نعرف ننشر المذهب بتاعنا براحتنا. تمام يا شباب؟ تمام. تالت حاجة بسط نفوذه وإمامته على على المغرب ومصر والشام حتى حلب والحرمين. ده طبعا اللي هو الفكر اللي الفاطميين كلهم كانوا بيسعوا إليه، اللي هم السيطرة على الحرمين والشام من خلال مين؟ مصر. فأصبحت الدولة الفاطمية من الحدود هنا لغاية مكة المكرمة والمدينة المنورة ولغاية ما وصلت لمناطق الصغور والعواصم. وهنعرف بعد كده ان هم وصلوا الى صقلية. صقلية دي اللي هي جزء من البحر المتوسط، اللي هي جزء من اوروبا. وهنعرف الكلام ده كله دلوقتي مع بعضنا. تمام. ناخد الزيتونة بقى يا شباب، ناخد الزيتونة. بصوا يا شباب، الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده كله الخصه لكم في كام حاجة.
أول حاجة اهتمام الدولة الفاطمية بمصر كان الأسباب إيه؟ دينية. طيب لتكوين إيه؟ مركز لنشر المذهب الشيعي، وطبعا كان في أسباب سياسية من خلال السيطرة على مناطق النفوذ العباسي، وأسباب إيه تاني؟ اقتصادية، وهي الاستيلاء على خيرات مصر. ده اللي إحنا لسه شارحينه، اللي هو من كان في أسباب دينية، أسباب اقتصادية، وأسباب سياسية. الدينية لنشر المذهب الشيعي، انما السياسيه كانت بسبب السيطره على مناطق النفوذ في الدوله العباسيه اللي هي كانت مصر والشام. انا لما هستولى على مصر هعرف اخش الشام بكل سهوله. تمام يا شباب؟ تمام. والاسباب الاقتصاديه الاستيلاء على خيرات مصر في اقتصادها، سواء الزراعه او الصناعه او التجاره اللي فين؟ اللي في مصر. تاني حاجة يا شباب، لم تكن حملة جوهر الصقلي هي الأولى. دي الحملة الكام؟ الرابعة. دي الحملة الكام يا شباب؟ الرابعة، بل سبقتها 3 حملات، عدة حملات عسكرية، دليلا على إيه؟ أهمية مصر بالنسبة للدولة الفاطمية، بسبب أهمية طبعا مصر بالنسبة للدولة الفاطمية، وده الكلام اللي احنا لسه قايلينه. طيب تالت حاجة عندنا من أهم العوامل التي ساعدت جوهر الصقلي في الاستيلاء على مصر، احنا لسه قايلين إن جوهر الصقلي ده كان قائد عسكري عظيم جدا، وعنده مهارة عسكرية وعنده ذكاء ودهاء عسكري، ولكن اللي ساعده على الدخول مصر والاستيلاء عليها بكل سهولة الضعف السياسي اللي كان موجود فين؟ في مصر في الوقت ده. فسوء الأوضاع السياسية في مصر بعد وفاة كافور الإخشيدي وتولي الحكم حكام ضعاف جدا بعد وفاة مين؟ كافور الإخشيدي. تمام يا شباب؟ تمام. اللي بعده، اعتقد الفاطميين ان الاستيلاء على الحرمين الشريفين يبدأ بالاستيلاء على مصر. احنا هنستولى على مصر بكل سهولة، او هنستولى على مصر بكل سهولة. بعد ما نستولى على مصر هنعرف نخش الحرمين الشريفين بكل سهولة ونسيطر عليها، فهتزيد مكانتنا الدينية ونعرف ننشر المذهب الشيعي بتاعنا. طيب قيام المعز لدين الله الفاطمي ببسط نفوذه على المغرب ومصر والشام حتى حلب والحرمين، دليلا على ايه يا باشا؟ على ضعف الدولة العباسية. يعني لو الدولة العباسية كانت قوية في الوقت ده ما كانش هيعرف المعز بن دين الله ان هو يسيطر على المناطق دي كلها. المناطق دي كلها كانت تحت ولاية، تحت الخلافة الدولة العباسية، ولايات من ضمن الولايات الايه في الدولة العباسية. احنا لسه كنا عارفين الدروس اللي فاتت، الدولة العباسية مرت بعصرين، عصر قوة وعصر ضعف. عصر القوة استمر حوالي 100 سنة، عصر الضعف فوق ال 400 سنة. ففي من خلال عصر الضعف ده سيطر المعز لدين الله الفاطمي على كل المناطق ديت، من المغرب لمصر للشام لحلب للحرمين. ده يدل على ايه؟ على ضعف الدولة العباسية في الوقت ده. طيب اخر حاجة عندنا، يرجع اهتمام الفاطميين في مد نفوذهم في الشام والحجاز لتحقيق بقى اهداف ايه؟ سياسية. مش انا قلت لكم ان كان في صراع في الاول خالص، اول كلام خالص قلنا ان في صراع ما بين الدوله الفاطميه والدوله العباسيه. انا لما اسيطر على المناطق دي كلها يبقى انا مديت نفوذي في المناطق بتاعتك، يبقى انا سيطرت عليك، ودي كلها اسباب سياسيه. تمام يا شباب؟ تمام. الهدف الرئيسي من انشاء القاهره، انا نشأت القاهره ليه؟ لتثبيت حكم الدوله العباسيه، الدوله الفاطميه، لتثبيت دعائم حكم الدوله الفاطميه، واستقرار وتوطيد الحكم للمعز لدين الله الفاطمي اللي هو فين؟ اللي هو في المغرب. انا بوطد حكمه من دلوقتي عشان لما يجي ما يلاقيش اي صعوبات او عوائق تقابله فين؟ في مصر. طيب اصبحت مصر في عهد المعز لدين الله قلبا للعالم الاسلامي، نتيجه لايه؟ لبسط نفوذه على منطقه الحجاز. لسه كنا قايلين طالما سيطرت على مصر هتعرف تخش على الحجاز بكل سهوله. اللي بعده، استهدف الفاطميين من إنشاء مدينة القاهرة لتكون العاصمة السياسية للفاطميين. أنا هعمل المدينة ليه؟ عشان تكون عاصمة، زي ما أحمد بن طولون جه بنى مدينة، زي ما عمرو بن العاص جه بنى مدينة، زي محمد بن طغج الإخشيدي بنى مدينة العسكر. كده كل واحد بيعمل مدينة لتكون عاصمة سياسية للدولة بتاعته. طيب تغيرت مكانة مصر السياسية في العالم الإسلامي منذ عهد الفاطميين. مصر السياسية كانت مجرد ولاية تابعة للخلافة العباسية، ليها مركز وثيقة استراتيجي، ليها مكانة اقتصادية، ليها مكانة دينية، ولكن ما كانتش العاصمة. إنما في الدولة الفاطمية كانت العاصمة، فكانت ليها مكانة سياسية في العالم الإسلامي كله، إنها عاصمة الدولة الفاطمية اللي كانت بتحكم من المغرب للمشرق. طيب
اخر حاجه اختلاف الدوله الفاطميه عن الدوله الاخشيديه في السيطره على الحرمين الشريفين. الدوله الاخشيديه ما سيطرتش على الحجاز، سيطرت على جزء كبير من الشام وليس الحجاز. اللي بيسيطر على الحجاز يبقى ليه مكانه دينيه، واحنا قلنا الدوله الاخشيديه والدوله الطولونيه كانوا تابعين للخلافه العباسيه بسبب المكانه الدينيه اللي بيمتلكها مين؟ الخليفه العباسي. تمام يا شباب؟ تمام. تاني حاجه عندنا مرحله القوه. طب مرحلة القوة ديت أول حاجة عندنا توالى على حكم مصر بعد الخليفة المعز عدد من الخلفاء. أول خليفة عندنا هو العزيز بالله. العزيز بالله تولى من 362 365، تولى الخلافة ده من بعد أبوه اللي هو كان اسمه المعز لدين الله، يعني المعز أبو مين؟ العزيز بالله. تولى الخلافة أول معلومة عنه بعد والده المعز لدين الله الفاطمي. طيب فأوائل عهده عمل ايه يا باشا؟ نجح في هزيمة القرامطة. مين هم القرامطة؟ مين هم؟ القرامطة دول كانوا جايين من بلاد إيران. القرامطة دول كانوا في إيران وجايين يحاربوا الخليفة العزيز بالله في منطقة في الشام. طيب يبقى تصدى العزيز بالله للخطر اللي جاي من جهة ايه؟ الشمال الشرقي. الشمال الشرقي للدولة بتاعته. يبقى نجح العزيز بالله في التصدي من الخطر اللي جاي من جهة ايه؟ الشمال الشرقي. طيب بعد القرامطة اهتم بالشام وشؤونها وحارب البيزنطيين في حلب ديت اللي هي في سوريا. يعني معنى كده ان العزيز بالله وصل لمنطقة الصغور والعواصم. وصل لمنطقة الصغور، اقليم الصغور اللي على الحدود مع الدولة البيزنطية. يبقى كده العزيز بالله عمل حاجتين: نجح في هزيمة القرامطة واهتم بالشام وشؤونها وحارب البيزنطيين فين؟ في حلب. يبقى حارب القرامطة ونجح في هزيمتهم وحارب طبعا البيزنطيين. طيب تاني حاجة عندنا ازدهرت في عهده حركة الإنشاء والتعمير. حركة الإنشاء والتعمير يعني إنشاء وتعمير، يعني قام ببناء إيه؟ مباني، قام ببناء مساجد، قام ببناء منشآت كبيرة. طيب المنشآت اللي هو عملها عندنا أول حاجة قصر اسمه قصر الذهب. تاني حاجة جامع القرافة، جامع الأولياء اللي هو موجود في القاهرة. طيب تالت حاجة قصور عين شمس. يبقى الراجل ده اهتم بالمعمار الديني. هو اهتم بالمنشآت بشكل عام واهتم بالمعمار الديني بشكل خاص. يبقى الراجل ده برضو نستنتج منه، واكتب الاستنتاجات ديت ورايا، جمع بين العمارة والقوة العسكرية. جمع ايه يا مستر؟ جمع ما بين العمارة والقوة العسكرية. تمام؟ اللي هو مين؟ الخليفة العزيز بالله. العمارة حيث قام بمنشآت وصروح جديدة وكبيرة مثل قصر الذهب وجامع القرافة، وطالما جامع يبقى اهتم بالمعمار الديني وقصور عين شمس. طب عنده قوة عسكرية ازاي جمع ما بينها؟ قال لك ايه؟ حارب القرامطة ونجح في هزيمتهم. والقرامطة دول قبائل جاية من بلاد فارس اللي هي إيران، اللي هي جاية من جانب الشمال الشرقي. وحارب البيزنطيين فين؟ في حلب اللي هي موجودة في سوريا، اللي هي على الحدود مع الدولة البيزنطية اللي هي إقليم الصغور. تمام؟ ده العزيز بالله. هنيجي من بعده الخليفة الحاكم بأمر الله. الخليفة الحاكم بأمر الله تولى بعد والده العزيز، يعني كده المعز، بعد كده العزيز، بعد كده الخليفة الثالث عندنا الحاكم بأمر الله. الناس دي كلها في مرحلة القوة للدولة الفاطمية في مصر. احنا بنتكلم ده كله في مصر. الراجل ده كان صغير السن بس شخصيته غريبة جدا، متناقضة جدا. الشخصية بتاعت الخليفة الحاكم بأمر الله متناقض جدا. قال لك متناقضة ليه يا مستر؟ قال لك جمع ما بين الشجاعة والجبن.
ازاي شجاع وازاي جبان؟ هو في مواقف يبان فيها شجاع، وفي مواقف تانية الجبن بيطلع فيه وبيبقى باين فيه. طيب تاني حاجة الإقدام والإحجام. الإقدام يعني متقدم، يعني إيه؟ يتقدم مثلا في جيوش، يتقدم أول واحد مش خايف، يتقدم في الكلام. الإحجام يرجع، بيجيب ورا بمعنى أصح. طيب اللين والشدة. اللين يعني الطيبة، طيب وفي نفس الوقت شديد. طب ازاي يا مستر؟ عشان الراجل ده زي ما قلنا غريب الأطوار ومتناقض، يبقى شخصية الحاكم بأمر الله متناقض. طيب أي بالأدلة؟ قال لك شخصيته غريبة الأطوار، كان يجمع يا مستر ما بين الشجاعة والجبن والإقدام والإحجام واللين والشدة. يبقى إلا إنه بقى عمل على ايه برضو؟ اقرار الامن والقضاء على الفوضى التي كانت سائدة في اوائل العهد. اوائل العهد واحنا قلنا لسه هو كان صغير في السن، طالما صغير في السن يبقى هيقوموا ايه عليه ثورات، في ناس هتطمع في الحكم، في ناس كتيرة قوي هتقلب عليه. فهو الراجل ده في اوائل الحكم بتاعه، اوائل العهد بتاعه، كان الامن مش مستقر، ولكن استقر بعد ذلك. تمام؟ دي شخصية مين؟ الخليفة الثاني عندنا أو الخليفة الثالث عندنا هو الخليفة الحاكم بأمر الله. طب في خليفة أول اللي هو جوهر الصقل. جوهر الصقل مسك مصر كان نائب. طب مسك مصر بسبب إيه؟ بسبب دوره في فتحها. دوره في فتحها، فتح مصر. فالخليفة المعز بن دين الله الفاطمي هعينك إيه؟ والي على مصر، نائب عني. تمام؟ تمام. نيجي بعد كده الخليفة المستنصر بالله. الخليفة ده هنقف عنده شوية عشان فيه كلام كتير قوي. خليفة المستنصر بالله. الخليفة المستنصر بالله تولى الخلافة بعد أبيه مين؟ الظاهر لإعزاز دين الله. اسمه كده، اسم والده كده. طيب الراجل ده عمل ايه؟ قال لك مد نفوذه إلى بلاد الشام والحجاز وصقلية. طيب بالراحة، هو أصلا قاعد فين؟ في مصر، ومسيطر على أماكن كتيرة في شمال أفريقيا. احنا قلنا إن شمال أفريقيا دي كلها كانت جزء من الدولة الفاطمية. طيب وصل لغاية الشام. الشام ديت فين؟ آسيا يا مستر. طب الحجاز دي فين؟ آسيا يا مستر. طب صقلية جزيرة في البحر المتوسط، يعني أوروبا. طيب يبقى معنى كده وهو أصلا في شمال أفريقيا، يعني هو مسيطر على شمال أفريقيا كله. يبقى الراجل ده وصل ل3 قارات. وصل حكم الدولة الفاطمية أو اتساع حدود الدولة الفاطمية أو الخلافة الفاطمية ل3 قارات: آسيا، أوروبا، أفريقيا، حيث قام الخليفة المستنصر بالله لمد نفوذه من بلاد إلى بلاد الشام والحجاز وصقلية بجانب الجزء الشمال الأفريقي. فكده مد نفوذه فين؟ في 3 قارات. يبقى الراجل ده يدل على قوته أو القوة العسكرية. القوة العسكرية. طب الراجل ده احنا لسه قايلين دخل لغاية الشام والحجاز. الراجل ده كان داهية. عمل ايه؟ قال لك انا عايز اكسر عين الخلافة العباسية دي كلها. طب هتعمل ايه؟ قال لك انا هجيب القائد العباسي اللي مسيطر على بغداد هناك والعب في دماغه. القائد كان اسمه ايه؟ أرسلان البساسيري. أرسلان البساسيري. تعالى قعدوا معايا واضحك عليه. استمال القائد العباسي، ضحك عليه بمعنى أصح، ضحك عليه واشتغلوا. اشتغل القائد العباسي أرسلان البساسيري، حتى عمل ايه بقى؟ أقام له الخطبة على مدار سنة كاملة في بغداد. يعني تخيل احنا مثلا الخلافة الفاطمية بتنافس وفي صراع كبير مع الخلافة العباسية. دول مذهب شيعي ودول مذهب سني. تخيل اخش لهم الدولة الفاطمية، تخش لهم بيتهم وتذكر الخليفة الفاطمي في بيتهم. يعني خلى المستنصر بالله، خلى أرسلان ده يقنع الشيوخ في المنابر، في الشيوخ بتاعت الجوامع في بغداد اللي هي العاصمة الخلافة العباسية، ان هم يدعوا ويقولوا خطبة في لمين؟ للخليفة المستنصر بالله. ده لمدة عام كامل، فضلوا سنة كاملة يدعوا لمين او يقولوا خطبة عن مين؟ على الخليفة المستنصر بالله اللي هو المفروض عدوهم.
شايفين المستنصر بالله كان قوي لدرجة ايه؟ كان ذكي لدرجة ايه؟ ان هو دخل لغاية بغداد. طيب مين اللي لحق الخلافة العباسية في الوقت ده؟ دولة مستقلة اسمها السلاجقة. السلاجقة دون ذكر بقى تفاصيل كتير عشان هي مش علينا في المنهج عشان ما تتلخبطوش. السلاجقة هم اللي لحقوا مين؟ الخلافة العباسية. فقامت السلاجقة بالوصية. كانوا السلاجقة دول قاموا بالوصية على مين؟ على الخلافة العباسية، وقفوا معاهم، قاموا بالدور الوصي بمعنى أصح أو بالوصاية. فقعدوا الخلافة العباسية هيبتها مرة أخرى. هيبة الخلافة العباسية رجعت مرة أخرى بفضل مين؟ السلاجقة. طيب الخليفة المستنصر بالله لغاية دلوقتي أوائل عهده 100 فل و10، 100 فل ما شاء الله. ضم الحجاز وضم هنا وضم صقلية ومد نفوذه في ثلاث قارات، وسيطر على كمان بغداد اللي هي العاصمة أصلا. سيطرش عليها كليا، لا سيطر على إيه؟ على الكلام اللي بيتقال في الإيه؟ في الجوامع، في المنابر زي الخطب. طيب في أواخر عهده بقى، أواخر عهده عانت البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة. كان في أزمة اقتصادية في مصر بطريقة غير عادية. بسبب إيه؟ قال لك بسبب انخفاض منسوب مياه نهر النيل. الفيضان ما جاش عالي، فطالما الفيضان ما جاش عالي فما كانش فيه مياه كتير، فما كانش فيه زراعة، فتحولنا السنة ديت لأزمة اقتصادية كبيرة قوي، يعني قحط. المهم عرفت بإيه؟ بالشدة المستنصرية. مستنصرية عايدة على إيه؟ على الخليفة المستنصر بالله، الشدة المستنصرية. طب أدت إلى انتشار المجاعة في البلاد وصحبتها بقى. يعني إيه؟ يعني مش كمان بقى مجاعة، لأ ده كان في أوبئة زي الطاعون. يعني ظهرت مشاكل طبيعية. الشدة المستنصرية ديت، الأزمة الاقتصادية ديت أزمة طبيعية. أولا أسباب طبيعية صاحبتها الأوبئة اللي هي الطاعون، اللي هي أسباب صحية. يعني في أواخر عهده عانت البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة إيه؟ انخفاض منسوب المياه. ديت أسباب طبيعية عرفت بإيه؟ بالشدة المستنصرية. طب أدت إلى إيه يا مستر؟ إلى انتشار مجاعة في البلاد. طيب جه كمان عليها أوبئة زي الطاعون، لدرجة إن كان بيموت حوالي 10,000 واحد ممكن يوميا من إيه؟ من المصريين أو من الخلافة الإيه؟ الفاطمية كلها. طيب لو إنه كان يموت بمصر 10,000 نفس، ولم يعد يرى في الأسواق أحد. مفيش حد ماشي في الأسواق، مفيش حد في البلد كلها، لم تجد الأرض من يزرعها. لدرجة إن الخليفة المستنصر بالله ده باع كل ممتلكاته عشان الشعب ياكل. وغير كده بعت أمه وبناته، نزحت أمه وبناته إلى بغداد، بعتهم إلى بغداد روحوا اقعدوا هناك، عيشوا هناك، انتوا مش هتعيشوا هنا عشان مفيش أصلا ولا أكل ولا شرب ولا عارف إيه أكلكم وشربكم. لدرجة ساءت به الحال حتى إن بعضهم من كان في يسر، يعني كان اللي فيه الإنسان الغني شوية اللي كان عايش في مصر في الوقت ده كان بيعطف على الخليفة المستنصر، كان يتصدق عليه بما يأكل في يومه. يعني تخيلوا خليفة أكبر حاجة في الدولة مش عارف يأكل ولا يشرب، والناس هي اللي بتعطف عليه إن هو يأكل ويشرب. طيب في الوقت ده في أواخر عصر المستنصر بالله ده استعان بوزير اسمه بدر الجمال من الشام عشان ينقذه من المجاعة ديت. وهنعرف دلوقتي في مرحلة الضعف ان الوزراء كانوا اكبر مكانة من الخلفاء، وهنعرف دلوقتي بالتفاصيل. بس الاول ناخد الزتونة على الكلام اللي احنا لسه قايلينه زي العسل. خد الزتونة وريح دماغك. أول حاجة، ارتبط حركة الإنشاء والتعمير في عهد الخليفة العزيز بالله بازدهار الحالة الاقتصادية. طبعا لو مفيش حالة اقتصادية مش هنعرف ننشئ أو مش هنعرف نبني ولا نعمر بلدنا. طيب تاني حاجة، اتسمت سياسة شخصية الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي بالتناقض. أنا لسه قايل لكم الخليفة الحاكم بأمر الله كان طيب وشديد، كان متقدم ومتأخر بيجيب ورا،
كان شجاع وفي نفس الوقت ايه خواف، فيظهر عليه التناقض. طيب تالت حاجة، وصلت الدولة الفاطمية أوج ازدهارها سياسيا وعسكريا. طالما سياسيا وعسكريا يبقى هنقول طبعا في عهد مين؟ الخليفة المستنصر بالله. مستنصر بالله احنا قلنا مد نفوذه إلى الشام، إلى الحجاز، إلى صقلية، جزيرة صقلية بجانب شمال أفريقيا. طيب سياسيا إيه؟ لدرجة إن هو دخل بغداد وخلى أرسلان البساسيري ده يقنع الشيوخ في المنابر إن هم يحكوا الخطبة عن مين؟ عن الخليفة الفاطمي اللي هو المستنصر بالله. طيب تالت حاجة أو رابع حاجة عندنا، امتد نفوذ الفاطميين إلى الجنوب الأوروبي اللي هي إيه؟ صقلية. لسه شايفين صقلية على الخريطة. من خلال عهد مين يا باشا؟ المستنصر بالله، هو ده اللي وصل إلى أوروبا. طيب يستدل من تصرفات المستنصر بالله أثناء الشدة المستنصرية. عمل إيه؟ بسبب ده يدل على عمق الأزمة الاقتصادية في الوقت ده. تصرفاته ان هو ده باع ممتلكاته كلها، مكانش لاقي ياكل ولا يشرب، بعت امه وعياله وبناته كلهم الى بغداد اللي هي المفروض عدوة او منافسة او في صراع ما بين الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية. تخيل ابعت عيالي عند عدوي عشان مش لاقي ايه ااكلهم. فده يدل عليه عمق الازمة الاقتصادية او المشكلة الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة الفاطمية. طيب الدروس المستفادة من الشدة المستنصرية تؤكد على قيمة ترشيد الاستهلاك لمواجهة الأزمات. نفتكر دايما ترشيد الاستهلاك ده أو الأزمات الاقتصادية، نفتكر دايما سيدنا يوسف عليه السلام واللي حصل في مصر اللي هو 7 سنين قحط أو 7 سنين وفرة غذاء ثم 7 سنين قحط. وفروا من 7 سنين اللي كان فيهم مطر وفيضان ورزق كبير، وفروا وخزنوا أكل وطعام يكفيهم ال7 سنين اللي فيهم قحط. تمام. يبقى ده يدل على ايه؟ او الدروس المستفاده من الشده المستنصريه تؤكد على قيمه ترشيد الاستهلاك لمواجهه الازمات الاقتصاديه التي بتمر بها البلاد. طيب القاسم المشترك بين عهد العزيز بالله والمستنصر بالله، الاثنين دول في حاجه متشابهه اللي هي ايه؟ الانتصارات العسكريه. احنا لسه قايلين المستنصر بالله مد نفوذه الى فين؟ الى الحجاز، مد نفوذه الى الشام، مد نفوذه الى صقليه اللي هي جنوب اوروبا. تمام يا شباب. يبقى والعزيز بالله مد نفوذه ده فين؟ الى الشام برضه. ليه؟ حارب البيزنطيين في حلب. طب هزم ايه؟ هزم القرامطة اللي هم كانوا قبائل جايين من ايران. يبقى ده يدل عليه جمع، حتى لما قلت لكم جمع ما بين القوة العسكرية وجمع ما بين العمارة والقوة العسكرية. والمستنصر بالله طبعا لسه قايلين انتصاراته. طيب بعد كده نجاح المستنصر بالله في استمالة أرسلان البساسيري اللي هو ضحك عليه. طب يدل على ايه ده؟ ان هو وصل اصلا لغايه الخلافه او مركز الخلافه العباسيه. طيب لو كان ارسلان البساسيري ده في الوقت ده كانت في قوه في الدوله العباسيه او في الخلافه العباسيه، هل ارسلان ده كان هيقتنع بكلام المستنصر؟ مستحيل. طب ده يدل على ايه؟ على ضعف الخلافه العباسيه. ضعف الخلافة العباسية. الاستنتاجات دي كلها مهمة. الاستنتاجات دي كلها أنا كاتبها لكم عشان تبقى فاهم السؤال بيجي ازاي، عشان تبقى فاهم تحل ازاي، عشان تبقى فاهم هيجيب لك السؤال يرمهولك تشوز كده في وشك مش هتبقى عارف تعمل ايه. فانت ركز في الزتونة بتاعتي هتلخص معاك الدرس كله. طيب أقصى امتداد وصلت إليه الدولة الفاطمية من توسعات كان في عهد المستنصر برضو بالله. طب القاسم المشترك بين سمات عهد المعز لدين الله الفاطمي والمستنصر بالله وهو التوسع الخارجي في الشرق. التوسع الخارجي في الشرق. تمام يا شباب؟ تمام. ننقل بعد كده لعصر الضعف أو مرحلة الضعف. احنا قلنا ان في نهاية عهد المستنصر بالله كان في ازمة اقتصادية لدرجة ان المستنصر بالله استعان بوزير اسمه بدر الجميل جاي من الشام عشان ينقذه. طيب مراحل الضعف دي بقى بالراحة. كانت هذه الفترة من اضعف الفترات السياسية في تاريخ مين؟ في تاريخ مصر الاسلامي، وتبدأ من عهد الخليفة المستعلي بالله. طب هي تبدأ من المستعلي بالله ولا من نهاية عهد المستنصر؟ لا، من عندي ديت هي بدأت من أواخر عهد المستنصر. من أواخر عهد المستنصر بدأت الفترات السياسية الضعيفة،
وبدأت بعد كده من بداية عهد المستعلي بالله، وذلك لضعف ايه يا باشا؟ كان لعدة أسباب. أول حاجة ضعف الخلفاء الفاطميين أو ضعف الخلفاء الفاطميين، وتسلط الوزراء أو قوة الوزراء في العهد ده أو في العصر ده أو في الوقت ده يا شباب. الوزير كان قوته ومكانته السياسية أعلى من الخليفة. إزاي أعلى من الخليفة؟ إزاي الوزير أعلى من الخليفة؟ لا، في الوقت ده بسبب ضعف الخلفاء كان الوزير أعلى من الخليفة. احنا قلنا في حاجة ثابتة عندنا في التاريخ من أيام الفراعنة، الفرعون أو الملك قوي يبقى هيسيطر على الوزراء، هيسيطر على حكام الأقاليم، هيسيطر على الشعب، مش هيبقى فيه ثورات، مش هيبقى فيه مجاعة، مش هيبقى فيه الكلام ده كله. طب لو الملك أو الفرعون ضعيف يبقى الوزراء وحكام الأقاليم هم اللي هيسيطروا على إيه؟ على الدولة ويخربوها. طالما يخربوها هيبقى فيه ثورات من الشعب. ده من أيام الفراعنة. فده احنا لسه بنقول ان في ضعف خلفاء، يبقى في قوة في قوة ايه؟ وزراء. طيب تاني حاجة، استعانة الوزراء بالقوة الخارجية العظمى. زي مين يا مستر؟ قالك زي الصليبيين. الصليبيين دلوقتي في الشام هيتمنوا يخشوا مصر، فكان الوزراء استعانوا بالقوة الايه؟ بيهم، القوى الخارجية اللي هو بيهم، وهنعرف دلوقتي بالتفاصيل. طيب تالت حاجة، محاولة الصليبيين القضاء على الدولة الفاطمية والاستيلاء على مصر. مش لسه قايلين قام الوزراء باستعانة القوى الخارجية اللي هم الصليبيين. فالصليبيين حاولوا فعلا القضاء على الدولة الفاطمية خالص والدخول إلى مصر. آخر حاجة عندنا قضاء صلاح الدين الأيوبي على الدولة الفاطمية بمصر وقيام الدولة الأيوبية، وهنعرف دلوقتي التفاصيل مشيت إزاي. طيب أول حاجة عندنا هناخد الأربع حاجات دول وخلصنا الدرس. أول حاجة ضعف الخلفاء وتسلط الوزراء. احنا لسه قايلين دلوقتي إن الوزير في الوقت ده مكانته السياسية أكبر من الخليفة، فكان ضعف الخلفاء بعد عهد المستنصر بالله أدى ذلك إلى تسلط الوزراء على الحكم، الأمر الذي جعل الخلفاء يشتركون في المؤامرات والدسائس للتخلص منهم. أنت فاهم يعني إيه؟ إن الخليفة بذات نفسه، الخليفة أكبر حاجة موجودة في الدولة، الحاكم بتاع الدولة، يعمل مؤامرات مع ناس عشان يتخلص من الوزراء. الآية اتعكست. المفروض الوزير أو حكام الأقاليم هم اللي بيعملوا مؤامرات عشان يتخلصوا من الحاكم. لا، ده الحاكم من كتر ضعفه كان بيعمل مؤامرات عشان يتخلص من الوزير. طب ده يدل على إيه؟ على ضعف الحاكم. ضعف ايه يا باشا؟ الحاكم. تاني حاجة، تصارع الوزراء على كرسي الوزارة صراعا مريرا، فكان في وزيرين اسمهم شاور ودرغام. الاتنين دول قال لك انا عايز امسك الوزارة، والتاني يقول لك انا عايز امسك الوزارة. الاتنين مش حالين مع بعض، مش حالين في بعض، وعمالين يتصارعوا ويتخانقوا على منصب الوزير اللي هم مين؟ شاور ودرغام. طيب ده هينقلنا للسبب التاني، وهو استعانة الوزراء بالقوة الخارجية. ده عايز يمسك وزير وده عايز يمسك وزير. طيب بالراحة بس، هو انت عمال تقول لنا الوزير كان قوته أكبر من الحاكم. طيب ليه ما مسكش هو حاكم؟ ده بسبب ايه؟ المكانة الدينية للخلفاء. الوزراء عارفين ان هم بيحكموا او سلطتهم اكبر، ولكن عارفين ان هم مش هيوصلوا للمكانة الدينية بتاعت الخليفة الفاطمي، او حتى الناحية التانية زي الدولة الطولونية والاخشيدية كده، كانوا عارفين ان هم مش هيوصلوا للخليفة للمكانة الدينية بتاعت الخليفة العباسي. عشان كده كانت دول مستقلة ولكن ليها تبعية للخلافة العباسية. ونفس الكلام سواء الوزير شاور او درغام مش عارفين او مش عايزين، وهم عارفين ان هم مش هيعرفوا يوصلوا للخلافة بسبب المكانة الدينية للخلفاء. طيب فعملوا ايه؟ كل واحد منهم استعان بالقوة الخارجية. طيب مما أدى أول حاجة استعان شاور بنور الدين محمود. نور الدين محمود ده كان ملك وكان حاكم في الشام. حاكم فين؟ في الشام.
اسمه ايه؟ نور الدين محمود. طيب درغام عمل ايه؟ قال لك انا هستعين بعموري. عموري ده مين؟ قال لك ملك بيت المقدس الصليبي، عشان كده قلت لكم الصليبي. فاستعان شاور بنور الدين محمود، واستعان درغام بعموري بما اللي هو ملك بيت المقدس الصليبي. ده استعانة بنور الدين اللي هو زي ما قلنا مين؟ ملك في الشام او حاكم في الشام، واستعان درغام بعموري اللي هو ملك بيت المقدس الصليبي. تدخلت القوى الخارجية فين؟ في سياسات مصر. ومن هنا بدأ تدخل القوى الخارجية في شؤون الدولة الفاطمية. طيب ثالث حاجة محاولات الصليبيين القضاء على الدولة الفاطمية والاستيلاء على مصر. طيب دارت الصراع بين قوات نور الدين محمود. نور الدين محمود قعد في الشام وما جاش مصر. بعت الجيش بتاعه يساند شاور. بس الراجل ده المفروض هو قوة خارجية، يعني المفروض يطمع في مصر. الراجل ده ما كانش طمعان في مصر. الراجل ده جه مصر بسبب ايه؟ ان هو عايز يسيطر على مصر عشان تساعده لمواجهة الصليبيين. يعني الراجل ده شريف. طيب عكس الناحية التانية، درغام استعان بملك الصليبيين. فملك الصليبيين جاي وعايز يسيطر على مصر، تمام، لأسباب سياسية. طيب يبقى دار الصراع بين قوات نور الدين محمود اللي هو بعت مين بقيادة مين؟ أسد الدين شيركو. يعني نور الدين محمود فضل قاعد في الشام، ما جاش مصر، وبعت مين؟ أسد الدين شيركو وابن أخوه صلاح الدين الأيوبي. يعني نور الدين محمود مرضيش يجي مصر، بعت الجيش بتاعه بقيادة أسد الدين شيركو، ده كان قائد عظيم، ومعاه ابن أخوه مين؟ صلاح الدين الأيوبي. طيب الناحية التانية درغام اتفق مع مين؟ مع عموري ده كان ملك بيت المقدس الصليبي. جه مصر وحاول الاستعانة بمين تاني؟ بالإمبراطور البيزنطي. يعني عموري ده اتصل بالإمبراطور البيزنطي وحاول الاستعانة به لمحاربة مين؟ جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركو. الأسامي دي كتيرة، لازم تعيدها كذا مرة وتفهم الدنيا والأحداث ماشية ازاي عشان يخشوا في دماغك ما يطلعوش. نعيد بقى تاني بسرعة. احنا أول حاجة ضعف الخلفاء في مرحلة الضعف. أول حاجة ضعف الخلفاء، فتسلط الوزراء عليهم، زيادة قوة نفوذ الوزراء. تاني حاجة الوزراء دول اتخانقوا مع بعض، كان في وزراء بيتخانقوا مع بعض اللي هو شاور ودرغام، فحاولوا يدخلوا القوة الخارجية. كل واحد منهم حاول الاستعانة بالقوة الخارجية اللي يعرف. فشاور اتصل بمين او بعت مرسال لمين؟ لنور الدين محمود، ده كان حاكم في الشام. فنور الدين محمود لبك نداء عشان ليه غرض ان هو مصر تقف معاه في مواجهة الصليبيين، فبعت الجيش بتاعه بقيادة أسد الدين شيركو، وكان معاه ابن اخوه صلاح الدين الايوبي. يعني اسد الدين شيركو عم صلاح الدين الايوبي. طيب فقام درغام الناحيه الثانيه بارسال الى عموري ملك بيت المقدس الصليبي. فقام عموري هو كمان بالاستعانه بالامبراطور البيزنطي في الوقت ده لتحقيق حلمه في الاستيلاء على مصر، ولكن لم تسمح له قوات نور الدين محمود بقياده مين؟ اسد الدين شيركو بذلك. فضارب بينهما عدة معارك. المعارك دي بقى كانت فين؟ قال لك في بلبيس والاسكندرية. طيب بلبيس ديت يا مستر انت قلت لنا من ايام عمرو بن العاص شرق النيل شرق مصر. طيب والاسكندرية ديت شمال غرب مصر. طيب ده يدل على ايه؟ قال لك يدل على قوة الصراع واتساعه. قوة واتساع الصراع أو الحروب اللي قامت ما بين قوات نور الدين محمود وقوات عموري ملك بيت المقدس. تمام، يا ريت نكتب الكلام اللي احنا بنكتبه الربط ده، يا ريت نكتبه عشان مهم جدا. وكده كده الزتونة معاك هتلخص معاك الدنيا كلها. يلا. طيب آخرة المعارك اللي قامت ما بين عموري وقوات نور الدين محمود. طيب أول حاجة انسحب عموري وجيشه وضياع الحلم بالاستيلاء على مين؟ على مصر. جيش نور الدين محمود كان قوي جدا، كفاية ان موجود فيه صلاح الدين الايوبي، ده كفاية والله العظيم. المهم 2 تمركز قوات نور الدين محمود في مصر.
قوات فضلت قاعدة في مصر. لسه قايلين ان احنا هو اصلا ليه الغرض ان هو يستولى على مصر، ولكن لهدف شريف وهو مواجهة او مساعدة مصر له لمواجهة الصليبيين. طيب تالت حاجة تقليد الخليفة الفاطمي العاضد. الخليفة الفاطمي اللي كان موجود في الوقت ده كان اسمه العاضد. الوزارة لأسد الدين شريكو. تعالى يا أسد، انت كده كده كسبت الحرب، فخلاص انا هعينك الوزير بتاعي اللي هو مين؟ أسد الدين شيركو. طيب بعدها بفترة أسد الدين شيركو ده مات. طيب الخليفة العاضد عايز يعين حد مكانه، هيعين مين؟ ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي في الوقت ده استطاع الإمساك بزمام الأمور الحكم كلها، استطاع أن يسيطر على الحكم كله لدرجة أن هو أسقط الخلافة الفاطمية أو الدولة الفاطمية في مصر. صلاح الدين الأيوبي مسك مقاليد الحكم كلها، مسك الحكم، مسك الشعب كان بيحبه، فسيطر على الحكم وسقطت الدولة الفاطمية عام 567 هجريا. وتولى الحكم مصر مين؟ طبعا الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب، ولقب بالسلطان الناصر. وبدأ عصر جديد وهو عصر الدولة الأيوبية. طيب ناخد الزتونة ونختم. الملحوظة اللي هي صغيرة كده، توفى الخليفة العاضد 567 هجريا بعد ما سقطت الدولة الفاطمية. طيب الزتونة هنا بقى، أول حاجة اشتراك الخلفاء الفاطميين في المؤامرات والدسائس للتخلص من الوزراء يدل على إيه؟ الخلفاء نفسهم احنا قلنا اشتركوا في ايه؟ في المؤامرات عشان يتخلصوا من الوزراء. احنا قلنا بسبب ايه؟ او ده يدل عليه الضعف السياسي للدولة الفاطمية والخلفاء. ضعف السياسي، ما عندهمش القدرة ان هم يمشوا الوزير، لدرجة ان هم بيعملوا مؤامرات عشان يمشوه في الايه؟ في الخفاء. ده يدل عليه على الضعف السياسي. تاني حاجة، بعد عصر المستعلي بالله، بداية نهاية الدولة الفاطمية بعد عصر المستعلي بالله. طيب بدأت ملامح التهاون والضعف تصيب الدولة الفاطمية نتيجة شخصية مين بقى؟ الخلفاء. احنا قلنا أول سبب في مرحلة الضعف، أول سبب إن هو ضعف الحكام أو الخلفاء وقوة الوزراء أو قوة سلطة الوزراء. احنا قلنا الموضوع ابتدى أصلا من نهاية عهد المستنصر بالله وزاد في بداية عهد المستعلي بالله، فبدأت ملامح التهاون والضعف تصيب الدولة الفاطمية نتيجة إيه؟ شخصية الخلفاء الضعيفة. طيب اللي بعده، اختفاء الأطماع السياسية على منصب الخليفة نتيجة إيه بقى؟ المكانة الدينية للخليفة. يعني لسه كنت قايل لكم إن الوزير مش عايز يطمع أو مش عارف يمسك الحكم بسبب إيه؟ إن في مكانة دينية للخليفة، مكانة دينية للخليفة. فعشان كده لا، انا كده وزير وكده كده مسيطر على الحكم، فمش مهم ابقى خليفة. لا انا خلص، انا خدت كل حاجة من مصر او كده مسيطر على مصر، فمش فارقة بقى ابقى ايه؟ خليفة. طيب استعان كل من شاور ودرغام بقوة خارجية مما يدل على ايه؟ ضعف والانقسام الداخلي في الدولة الفاطمية. احنا جايبين ناس من بره عشان كل واحد يسيطر فينا. شاور جاب حد وده درغام جاب حد، كل حد من دول عايز يسيطر من اجله هو. وده طبعا يدل على ايه؟ على الضعف والانقسام الداخلي داخل الدولة الفاطمية. طيب ادى فشل محاولات عموري ملك بيت المقدس في السيطرة على مصر الى ايه؟ استقرار قوات في الشام بمصر. قوات الشام اللي هو بقيادة نور الدين محمود، اللي هو كان باعت جيش بقيادة أسد الدين شيركو وابن أخوه صلاح الدين الأيوبي. طيب العامل الرئيسي الذي ساعد على سقوط الدولة الفاطمية هو طبعا الصراع السياسي. كان في صراع سياسي داخلي زي ما لسه قايلين مع الوزراء، وصراع سياسي من القوى العظمى أو القوى الخارجية اللي دخلت حرب جوه مصر، وسيطر ساعتها قوات جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركو. طيب عادت الدولة العباسية هيبتها السياسية بفضل مين؟ بفضل الأتراك السلاجقة. طيب السؤال ده مهم.
المهم احنا لسه قايلين ان المستنصر بالله وصل لغاية بغداد وشغل دماء او ضحك على ارسلان ده، وخلى الشيوخ في المنابر تدعي وتقول خطبة عن المستنصر بالله. ومين اللي لحق الكلام ده كله؟ قلت لكم السلاجقة، دولة السلاجقة هم اللي لحقوا. دول كانوا دولة مستقلة جانب ليها تبعية للخلافة العباسية، هم اللي لحقوا الخلافة العباسية ورجعوا هيبتها، حيث قاموا بدور الوصي على الخلافة العباسية. طيب كانت نتيجة الصراع على منصب الوزارة لصالح مين في الآخر؟ صلاح الدين الأيوبي. طيب احنا كنا قبلها كان قبلها مين اللي كان ماسك وزير؟ هو أسد الدين شريكو اللي هو عم صلاح الدين، وبعد كده الخليفة العاضد عين صلاح الدين الأيوبي. آخر حاجة، ارتبط تقليد أسد الدين شريكو الوزارة بمصر نظرا لدوره في الدفاع عن مصر. احنا لسه قايلين أول ما كسب المعركة جاء الخليفة العاضد قال له طب خلاص انت كده كده كسبت المعركة، يبقى انت اللي هتمسك وزير وتحكم في مصر. تمام يا شباب؟ تمام. ده كان آخر حاجة في الزتونة، وكده آخر كلام خلصناه في عصر في درس عصر الدولة الفاطمية. الدرس ده يبان ان هو صغير بس فيه استنتاجات كتيرة قوي. الاستنتاجات والأسئلة الربط لازما تفهمها من الزتونة اللي انا عاملها لك ديت، من الكلام ومن الكتابة اللي احنا بنكتبها في الشرح. درس صغير يبان صغير بس فيه أسامي كتيرة وفيه أسئلة ربط كتيرة قوي، فلازما نركز فيهم. وشكرا جدا ان انا تعبتكم. كان معكم مستر مصطفى الأحمدي، وإن شاء الله أقابلكم في الدرس الرابع في مصر بعهد المماليك والأيوبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.